صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. يمكن لما كنا بنتكلم في الفيديوهات اللي قبل كده واتكلمنا قلنا ان في علم ظهر هو اسمه علم الموارد البشريه او الهيومن ريسورس مانجمنت، واللي هو باختصار هاو ان انت تقدر توصل للاوبجكتيفز بتاعتك والجولز بتاعتك ثرو البيبل. انت ازاي هتعرف تدير الناس اللي عندك عشان تحقق اللي انت عايز تحققه في الشركه بغض النظر هو ايه. حلو. في نفس الوقت ده طب البني ادمين فيهم حاجه غريبه جدا، ما هو ظاهر غير ما هو باطن. يعني ايه؟ يعني انا ممكن ابقى واقف قدامك ببتسم او اقول لك ان انا موافق على كلامك، بس الحقيقه انا ايه؟ انا اصلا مش مقتنع، انا اصلا مش موافق. فعشان كده كان في دايما المعضله الكبيره، طب انا هقدر امانج البني ادم ازاي اللي هو الباطن بتاعه غير الظاهر بتاعه. فبدأ يحصل في نفس الوقت تطور جنب العلم بتاع الاتش ار، وهو علم الاورجنايزيشن بيهيفير او السلوك التنظيمي. قال لك بص، الناس اللي معاك او الناس اللي موجوده في الشركه، الناس دي في 3 تفاعلات بتحصل فيها. اول حاجه في تفاعل بيحصل على مستواه هو الشخصي، الدوافع بتاعته، الرغبات بتاعته اللي انت اصلا ما بتشوفهاش ما تعرفهاش، لان دي الباطن بتاعها، هي دي اللي بتحركه وبتخليك تشوف المنظر اللي انت شايفه او تصرفاته اللي انت شايفها او اداؤه اللي انت شايفه دوت. بس في نفس الوقت الناس كائنات اجتماعيه ما بتعرفش تعيش لوحدها، ففي تفاعل تاني بيحصل وهو تفاعل على مستوى المجموعه اللي في نفس الاداره. طب الناس دي بتتفاعل مع بعض ازاي؟ قادرين يشتغلوا مع بعض في تفاعل وفي هارموني مع بعض وقادرين يشتغلوا كجروب مع بعض، ولا اصلا احنا مقطعين بعض اصلا ومش طايقين بعض، وكل ما حد مننا يطلب حاجه التاني ما بيعملهالهوش، فبالتالي الاداره ما بتشتغلش. وفي تفاعل بقى على مستوى ثالث وهو على مستوى الاورجنايزيشن او على مستوى الشركه ككل. احنا في الاخر ماشيين في تناغم بقى كلنا عشان في الاخر نمشي نحقق الاورجنايزيشن عايزاه. عشان كده بقى مهم جدا، بس مش ان انا اعرف العلم بتاع الهيومن ريسورسز، لا كمان ان انا اعرف العلم اللي هو الاورجنايزيشن بيهيفير او علم السلوك التنظيمي. عشان مش بس ان انت عشان تعرف تدير البني ادم جزء من ادارته ان انت تفهمه على مستوى الانديفيدوال، على مستوى الشخص، وتفهمه على مستوى الجروب، وتفهمه على مستوى الشركه، عشان في الاخر تقدر تشوف الشركه دي فعليا بتعرف تمانج الناس بتاعتها ولا لا. انت محتاج الاثنين، تعرف تدير الاثنين. طيب انا اعرف منين ان انا عندي اصلا مشكله في الكالتشر بتاعتي او في السلوك التنظيمي بتاعي او في الاورجنايزيشن بيهيفير بتاعي؟ اعرف منين؟ قال لك بص بقى، للاسف انت هيبان لك الظاهر برضه مش هتعرف الباطن. يعني انت عندك تيرن اوفر عالي وناس كتير بتمشي، انت عندك اداء الناس بينزل ما بيطلعش، انت عندك الناس بتنسحب وما عندهاش ولاء اصلا للشركه، احنا عندنا مشكله في اداء بعض الادارات ما بتعرفش تنجز شغلها اللي هي مسؤوله عنه. خلي بالك اداء الشركه اصلا مش بيتحسن، لاقيين صعوبه، ده الاسوأ، احنا قاعدين بيحصل لنا انحصار في السوق ومش قادرين نعمل سرفايف ونكمل ونعافر في السوق. لو لقيت من العلامات دي عندك، ده يديك علامه انذار. خلي بالك انت عندك جرس احمر في الاورجنايزيشن بيهيفير عندك او السلوك التنظيمي او بيئه العمل، لازم تبتدي تدور وراه وتشوف هو ايه عشان تعرف تحله. لما نيجي نتكلم على مستوى الافراد اتصرف ازاي، على مستوى الجروب اتصرف ازاي، على مستوى الشركه اتصرف ازاي، لازم تبقى عارف دي كويس. لانك لو ما قدرتش تعالج دي ومهما قدمت احسن براكتس في الهيومن ريسورسز واديت احسن مرتبات وعملت احسن تدريب ووجدت للناس مميزات محدش يقدر يوجدها لك، هتلاقي الناس بتمشي، هتلاقي الناس ادائها سيء، هتلاقي في مشكله. ونسمع المقوله الشهيره اللي بنسمعها، انا عملت للناس كل حاجه في الشركه وبرضه الناس بتمشي وتسيبني. المشكله مش في الناس، المشكله هنا بتبقى في الاورجنايزيشن بيهيفير. خلي بالك وانت بتدير الناس من خلال العلم بتاع الاتش ار، عينك على الاورجنايزيشن كلتشر بتاعتك، عشان لو ما ظبطتهاش وظبطت الاتش ار بس هيبقى عندك مشكله. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.